عسلامة ناس كله، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا في خير. اليوم باش نعملوا خبزة محشية بات خفيفة وناجحة من اول تجربة، والفارس بطريقة سهلة، مكونات بسيطة. تبعوا معايا طريقة التحضير حتى الآخر الفيديو. كانك أول مرة تدخل للقناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، وما تنسونيش في كومنتاريتكم المزيانة باش تحفزوني ونقدم الماء أفضل. أول حاجة عندي خذيت الفارينة 550 جرام فارينة، زدت مغرفة. تزيدوا الملح مغرفة متاع قهوة، أنا كثرت من الملح على خاطر النوع اللي نستعمله أنا ما يملحش برشا. وخذيت توا مغرفة متاع ماكلة خميرة متاع خبز، وزدتها مغرفة متاع قهوة سكر، وزدتها شوية ماء دافي. الماء لازم يكون دافي، مش سخون ومش بارد. ونحركوها الخميرة ونخليوها ترتاح. تويك رجعت للفارينة باش نزيدها، خلطت الفارينة مع الملح، زدتها كعبة بيض كاملة، وزدتها 5 مغارف زيت زيتون. تنجم تستعمل زيت اقطانيا. ونحركوا كعبة البيض نحلوها مليح، ما نخليوهاش كيما هي خاطر من بعد باش تعبنا باش تتحل. نحركوها بالفوي، ومن بعديك باش ناخد الماء ونشوف قد خذيت الماء. حكاية 400 مليلتر، ونشوف قداش باش نستعمله وقداش قعد لي. ونحاول نبسس بشوية بشوية البات متاعي، ونزيدها بشوية الماء ونخدمها، ونزيدها بشوية ونخدمها حتى نتحصل على عجينة جارية. توا زدت الخميرة بعد ما ارتاحت وتفاعلت مليح، زدت الخميرة وباش نشوف قداش باش نزيد نستحق ماء. بالنسبة للماء استعملت 250 مليلتر ماء، والماء تحاول تلم بشوية بشوية، ما تصبش من الأول الكمية الكل ومن بعد تقعد تزيد في الفارينة تراسيلك. توا لازم نتحصلوا على القوام هذيك تكون طرية، وحطيتها في البيتخان باش تتعجن مليح. إذا كان أنت باش تعجنها بيدك تعدي 10 دقايق وأنت تعجن فيها، لازم تعجنها مليح مليح مليح. وتوا البات متاعي حضرت باش نخليها ترتاح، نلمها هكاكا كعبورة، هذاك القوام اللي نتحصلوا عليه، ونخليها ترتاح. نغطيها مليح ونخليها ترتاح. لازم تغطيوها بغطاء كيما هكاكا، ولا اذا كان عندكم اكا الصحفه اللي بالغطاء، ونخليوها تخمر في عقلها. بالنسبه للصوص حضرت صوص متاع بيتزا، طماطم مكعب وفوحتها وحطيتها لين طابت. من بعد ما نشفت من الماء متاعها باش نرحيها بالميكسور بلونجون، وهذاك القوام اللي تحصلت عليه. من بعد باش نخدموا به الخبزه محشيه متاعنا. خديت شوية دجاج، حطيت باش نزيد عليه شوية زيت، قصيته مكعبات صغار، وباش نزيد عليه الزيت حكاية مغرفتين متاع ماكلة زيت، ونخليه يتقلى. ومن بعد ما تقلى وقر الماء متاعو باش نفوحو، حطيت له ثوم بودر، حطيت له تبلو كروية وشوية كركم، ومن بعد باش نزيد فلفل أكحل وحطيت له شوية ملح. توا كقرب باش يطيب حطيت له الفلفل اكحل. ماذا بيكم تحطوه في الاخر بكل فلفل اكحل كي يقرب باش يطيب، خاطر من بعد خاطر يتحرق في ساعه الفلفل الاكحل ويخرج ويسيب لون خايب. من بعد ما طاب الدجاج متاعي ولين نشف مليح من الماء، طفيت عليه وباش نحطه تويكا في صحن، وقصيت شويه معدنوس على الاخر يعني جودته. وتوا باش نحط البصل اللي زاد قصيته ترونشيت صغار. بالنسبه للبصل انا حبيت نذبله شويه مع الدجاج، تنجم تحط اذا كان انت ما تحبش ما تحطش بصل، والا حط اكل بصل الاخضر جويد نتاع الوقت توا يقولوا له بصل ربيع. وتوا البات متاعي تعديت عليها حكاية نص ساعة انتي ودرجة حرارة المطبخ متاعك، هيك خمرت مليح مليح باش نحي منها اكل الهواء. ونحاول نلمها شوي. شفتوا كيفاش لازم تخرج لكم اكلك لمبايل؟ اذا كان البات متاعك عملت لمبايل من بعد ما خمرت راهي ناجحة وتعجنت مليح. باش نقسمها على زوز كعابر قد قد، باش نعمل كعبورة نحلها بات من اللوطة، وكعبورة نخليها على جهة باش نحلها بات من الفوق. ماذا بيكم تقسمهم قد قد، اهاكم متساويين.
وحدة باش نخليها على جهة، ووحدة حطيت شوية فرينة، ذريت شوية اكاهو، ما تستحقش انك تذر فرينة. وعلى فكرة لازم تكون طرية البات متاعك، راهو ما يلزمش تكون يابسة. وذاك الطبق اللي باش نخدم فيه 25 على 25. حليت البات مليح اللي باش نحطها الطبقة اللوطانية، وباش نستويها بالكدا في الطبق. بالنسبة للبات لازمكم ترهفوها وتخرجوا الحرف مليح، تطلعوه في الطبق الفوق، ما تخليوهش مكتل خشين. الحروف متاع البات ما يلزمش تخليها خشينه، رهفها قد ما تنجم، باش من بعد احنا كي نحطوا معاها الطبقه الفوقانيه ما تجيناش خشينه. ونقبها بالفرشيطه، ماذا بيكم تنقبوها مليح مليح باش ما تنفجش من الوسط. وباش نحط تويكا ناخذوا الصوص نتاع الطماطم اللي عملناها قلت لكم عليها، من بعد ما حطيت فوحتها تبلو كرويه وفلفل كحل وملح وشويه فلفل احمر، وخليتها طابت. وحطيت شويه هريسه اختياري، تحب تحط هريسه تحب لا. توا خديت الطبقة الثانية باش نحط تويكا الدجاج اللي انا خلطته مع البصل، باش نحط بطاطا قصيتها مكعبات وقليتها في الزيت. تنجم تصمتها اذا كان انت ما تحبش حاجة مقلية، تنجم تستغنى عليها. تنجم تعمل في عود الدجاج اللي انا طيبته اذا كان تحب انت تسهل على روحك تعملها بالطن. وخديت شوية معدنوس زادا كيف كيف قصيته جويد، لازم تجودوها على الاخر. وخذيت كعبتين بيض اسمطهم وقصيتهم رونداليت بالطريقة هذيك، وحطيت زينت بيهم. وحطيت زيتون اكحل وزيتون اخضر تنجم تستغنى عليه، اما راهو يبنن، تنجم تحط زيتون اخضر اكاهو. بالنسبة للجبن خذيت جبن شرائح نوع هذاك، اذا كان انت تحب تستغنى عليه زدا تستغنى عليه. وخذت جبن موزاريلا، المره هذه جبن ما عجبنيش كي خديته، ما حبش يجيني، برغم خديت موزاريلا عربي ما جيش اكل يتجبد من بعد ما طابت، ما نعرفش عليه ما حبش يجي اكا تمغيطه يولي مطاط. ومن بعد حليت الطبقة الفوقانية، حليتها زادا رهفتها على الأقل تخليو السمك متاعها متاع نص سنتي الأقل شوية، باش ما تجيناش من بعد البات خشينة. والحروف زادا كيف كيف قصيتهم الزايدين، ويلزم نلصقها مليح 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 للبات اللي تحتها. هاو كان نحاول انا نلصقها مليح، من الاول لصقتها في البات اللي تحتها، والحروف نخليهم جويدين. ومن بعد ما استويت بالكدا البات متاعي باش نحب نرشمها بالطريقه هذيك المربعات، رشمتهم باش من بعد باش ما تتنفجش، خاطر احنا البات في الوسط اذا كان نخليوها كما هي باش تنفج على الاخر. هاك عملت انا الرشمه هذيك باش تسهل عليا القصان من بعد في نفس الوقت ما تنفجش. وخذيت اصفر متاع كعبه بيض، حطيت لها شويه خل ومغرفه متاع ماكله حليب، وحطيت باش ندهن بها الوجه متاع الخبز متاعي. وخديت سينوج اكحل، تنجم ما تستعملوش اذا كان ما عندكش، انت حرة، اما يبنن برشا ويعطي منظر مزيان. وحطيت كعبات زيتون للزينة زيدا، كان انت ما عندكش حط زيتون اخضر، ما تحبش من غير ما تستعملها. والفور متاعي يكون سخون، حطيت الفور سخون على 190 درجة، حطيته يشعل ملوطة. من بعد ما عديت حكاية 40 دقيقة شعلت 20 دقيقة الفوق ولوطة باش حمرت من الفوق. لازم من اللوطة تخليوها طيب أكثر من الفوق. من اللوطة 40 دقيقة عديت، ومن الفوق ولوطة عديت 20 دقيقة، معناها عديت ساعة طيب. وخرجتها وهي سخونة، دهنتها بشوية زيت الوجه متاعها، دهنته بشوية زيت باش تعطينا أكل لمعة. ونخليوها شوية ترتاح كي دقيقتين 3 دقائق، ومن بعد نقصوها. أكل المربعات اللي رشمناهم من الأول سهل علينا القصان، من بعد كي تجي تقص المرسو هكا يجيك ساهل. وشوفوا توا القوام متاعها كيفاه،
نودكم ومن شهيكم. شوك البخار كيفاش خارج. وصفة بنينة 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 برشا، خاصة البات متاعها راهي روعة روعة روعة. العجينة متاعها تبعوها طريقة التحضير متاعها وتلقاوها سهلة على الاخر النتيجة متاعها، وانا متأكدة اللي باش تجربوها وتلقاوها بنينة برشا. وشوفوا من داخل القوام متاعها كيفاه الطرية، البات الطرية ماهيش يابسة وخفيفة تذوب ذوبان. وتو نقولكم الى اللقاء الناس الكل.